بتحب الفاصوليا البيضاء مع الأرز أم البرغل؟ هل ترغب بتجربة السمك مع اللبن بالرغم من كل التحذيرات اللي سمعتها بحياتك عن أضرار ذلك؟ لا تأكل لبن مع السمك ولا تشرب شاي مع الأكل. ممكن هالمثالين هما الأقرب لذاكرتنا المرتبطة بفن تناول الطعام. سمعنا هذه الجمل كثيرا كمعلومات تحذيرية من مخاطر خلط نوعين من الطعام على صحتنا. ورغم أن المعلومة الأولى خاطئة ولا يوجد أي سبب علمي يربط بين التسمم الغذائي وتناول السمك مع اللبن، إلا أن شرب الشاي بعد الأكل يمنع امتصاص الجسم للحديد بسبب وجود مركبات تسمى بالتانيات ترتبط بالحديد وتمنع امتصاصه في الجهاز الهضمي. لكن هل تعرف كيف ندمج العناصر الغذائية للحصول على فائدة أكبر منها؟ هذه المعلومات هي جزء من نظرية تسمى بالبرميل الغذائي، سوف نتحدث عنها بالتفصيل. دمج عناصر غذائية مختلفة في وجبات الطعام يمكن أن يساعد في تحسين صحتنا العامة عن طريق تعزيز القيمة الغذائية لوجباتنا وتحسين الامتصاص وتقديم مجموعة واسعة من المغذيات اللي بيحتاجها الجسم. الأمر يشبه برميل يتم تعبئته بعناصر غذائية متنوعة. لذلك بهذه الحلقة رح نعطي أمثلة عن الدمج الذكي للعناصر الغذائية في وجباتنا بطريقة صحيحة. إذا أردت الحصول على فائدة أكبر من البروتين النباتي، فحتى لو كنت من الأشخاص الذين يفضلون تناول البرغل مع الفاصوليا البيضاء، فإن الأرز هو خيار مثالي أكثر. فإذا دمجنا الأرز مع الفاصوليا في وجبة واحدة، سنعوض نقص الأحماض الأمينية التي لا تتوافر في مصادر البروتين النباتية كالفاصوليا أو العدس، مما يعزز من قيمة البروتين المتناول من المصادر النباتية بسبب توافر جميع الأحماض الأمينية الأساسية في وجبة واحدة. أما إذا كان هدفك تحسين صحة الجهاز الهضمي بالإضافة إلى فقدان الوزن والشعور بالشبع لمدة أطول، فيمكن أن تدخل إلى وجباتك اليومية وجبة من الألياف مع البروبيوتيك. والبروبيوتيك هو نوع من البكتيريا النافعة الموجودة في بعض الأطعمة المخمرة كالزبادي والكفير ومخلل الملفوف والشوكولا الداكنة. أما الألياف فتتواجد في الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبقوليات. أما إذا كنت تعاني من نقص الحديد، فيمكنك تناول الخضروات الورقية الداكنة التي تحتوي على الحديد مع الأطعمة المعززة بفيتامين سي مثل الحمضيات والفراولة والفلفل الحلو، مما يساهم في تعزيز امتصاص الحديد الموجود في المصادر النباتية. وإذا كنت ترغب بتجربة وجبة من الأسماك الدهنية مع قليل من الزبادي أو مع سلطة الخضروات الورقية، فيمكنك فعل ذلك للحصول على امتصاص أكبر للكالسيوم. والسبب أن دمج منتجات الألبان التي تحتوي على نسبة كالسيوم مثل الحليب والجبن والزبادي وكذلك الخضروات الورقية كالكرنب والبروكولي والخس والسبانخ بالإضافة إلى اللوز مع الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الأسماك الدهنية والبيض، يساعد على امتصاص الكالسيوم في الجسم بنسبة أكبر. في الحلقات القادمة سنتحدث أكثر عن أمثلة أخرى لدمج الأطعمة لتعزيز مستويات الطاقة وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة ضمن نهج غذائي متكامل. فلا تنسوا المتابعة.